اهلا وسهلا بيكم في الارشيف. وحشتوني جدا. انا احمد علاء، معلق صوتي، وبقدم لكم كل القصص والاحداث الحقيقيه المرعبه والقصص البوليسيه والجرائم اللي بتحصل في مصر والعالم، والاحداث اللي حيرت العلماء ومحدش لقى ليها اي تفسير، زي الظواهر الطبيعيه والجن والاشباح والعفاريت. قبل ما نبدا، لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس، خليه على الكل علشان يوصلك كل جديد. وطبعا زي ما احنا متفقين وعارفين القواعد بتاعه القناه بتاعتنا، طفي النور والبس السماعة اللي انت راكنها في الدرج دي ويلا بينا. تخيل انك تشتري شقة جديدة او تشتري فيلا او تشتري قصر جديد، والمكان الجديد اللي انت اشتريته ده بيعتبر منزل الاحلام بالنسبة لك. تخيل لما يكون المكان ده او السكن ده فخم جدا وفي منطقة راقية كلها سفارات وفنادق واجانب. ويا سلام بقى لو المكان الجديد اللي انت اشتريته ده بسعر اللقطة وأقل كتير من ثمنه الحقيقي. وأول ما تحط رجلك في المكان ده وانت قاعد ومبسوط في أمان الله، تكتشف ان المكان ده مسكون بالجن، ومش انت وعيلتك بس اللي ساكنين فيه، لا ده معاكم سكان من عالم تاني. يا ترى هتقدر تكمل حياتك عادي ولا هتسيبه وتعزل وتروح لمكان تاني؟ بس المكان اللي انت اشتريته ده بيعتبر حلم العمر بالنسبة لك وصعب يتعوض تاني. ايه هتكمل فيه ولا ايه بالظبط؟ بس لو عشت فيه هتقدر تستحمل طول حياتك مع الجن والأشباح؟ وخصوصا ان الأشباح اللي بتشوفها في المكان ده أشباح مش مؤذية، لكن هل عندك القدرة ان انت تشوفه في بيتك كل يوم عادي جدا، وتشوف الأشباح دي بتتمشى في البيت عادي وبتدخل وتخرج من الحيطان، أو بتعزف موسيقى على الآلات الموسيقية اللي عندكم في البيت، أو تلاقي الشبح ده متجسد في شكل فرد من أفراد عيلتك أو واحد صاحبك ويكمل طريقه عادي جوه بيتك وتلاقيه دخل جوه الحيطة دي؟ بس بعض الحاجات اللي كانت بتحصل في منزل عيلة الفنان الراحل عزت أبو عوف. وهنتكلم النهاردة عن منزل عيلة أبو عوف المسكون من شبح المليونير اليهودي سولومون شيكوريل، صاحب سلسلة الملابس المشهورة زمان. يا ترى ايه قصة الشبح شيكوريل، وايه اللي كان بيشوفه عزت أبو عوف الله يرحمه هو واخواته ووالده ووالدته في البيت؟ هو مين أصلا المليونير اليهودي ده، وايه قصته، وليه الشبح بتاعه كان بيظهر للفنان عزت أبو عوف وأسرته؟ ده اللي هنحكيه في الفيديو بتاع النهاردة. بس قبل ما احكي لكم على الحكايه دي كلها، بطلب منكم طلب صغير، انكم تشتركوا في القناه للي مشتركش، وياريت لايك وشير للفيديوهات. ويلا بينا نبدا حكايتنا. في النص الاول من القرن الماضي، قبل ما اليهود يعملوا دولتهم المزعومه سنه 1948، كانت معظم رؤوس الاموال بتملكها العائلات اليهوديه. وكان اليهود زمان بيمتلكوا شركات ومصانع واراضي وسلاسل محلات شهيره جدا، ومعظم المحلات دي كانت في ارقى المناطق في مصر وقتها، زي وسط البلد والعتبة والموسكي. ده حتى في مكان مشهور في مصر لحد يومنا ده اسمه حارة اليهود، بسبب كثرة اليهود اللي كانوا عايشين فيها. في منهم اللي هاجر وسافر بعد إعلان دولتهم في سنة 1948، وفي منهم اللي فضل في مصر. ولما جاءت ثورة 52 اتأممت كل ممتلكاتهم وأراضيهم وشركاتهم وبقت مملوكة للحكومة المصرية، زي عمر أفندي وصدناوي وريمولي وهانو وعدس. واخر واحد بقى هو شيكوريل اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ومحلات شيكوريل كانت من افخم وارقى محلات الملابس الجاهزة في مصر، وكان كل زباينها من الطبقة الراقية والارستقراطية في مصر. واللي اسس المحلات هو الخواجة اليهودي الايطالي مورينو شيكوريل، وكان عنده 3 اولاد، هما سولومون ويوسف وسلفادور. وبمساعدة الاولاد ال3 كبروا المحلات بتاعتهم وأصبحوا من أغنى عائلات مصر، زي أي مليونير يهودي عايش في مصر. وكان ساكن طبعا في فيلا فخمة في شارع اسمه سريلانكا في منطقة الزمالك الراقية. وكان سولومون شيكوريل عنده سواق خصوصي للأوتومبيل بتاعه اللي هي العربية بتاعته يعني. كان اسم السواق ده أنستي خريستو. المهم السواق ده كانت معاملته وحشة مع أصحاب البيت ودايما بيعمل مشاكل، وكان شيكوريل بيهدده إن هو هيطرده، وبالفعل طرده وجاب بداله سواق تاني، واسم السواق التاني ده هو إدوارد. لكن الغلطة اللي عملها شيكوريل إن السواق التاني اللي جابه ده هو اسمه إدوارد كان صديق السواق الأولاني اللي انطرد اللي هو خريستو. وخريستو كان عايز ينتقم من شيكوريل، فخطط هو صديقه إدوارد إن هما هيروحوا يسرقوا الفيلا. وكان شيكوريل بيخلي السواقين بتوعه بايتين في الفيلا، وكان بيبقى لهم أوضة مخصوص في الفيلا يبقوا قاعدين فيها طول الوقت.
بحيث ان هو لو احتاج اي سواق منهم في اي وقت يلاقيه تحت ايده. المهم ادوارد السواق الجديد كان بايت زي عادته في الفيلا بتاعت شوكوريل، وكان شوكوريل مستأمن ادوارد ومديله المفاتيح بتاعت البدروم بتاع الفيلا. وفي سنة 1927 ولما شوكوريل وزوجته كانوا نايمين في الفيلا والخدم كلهم كانوا نايمين وما كانش في حد صاحي في البيت كله، ادوارد قام فتح البدروم بتاع الفيلا وتسلل منه صديقه خريستو، واللي كان شوكوريل طرده قبل كده، وكان مع خريستو 2 مساعدين، يعني كلهم كانوا 4، وكان معاهم مادة مخدرة. وطلعوا ال4 لأوضة شوكوريل وزوجته، ولما سمع شوكوريل وزوجته أصواتهم خافوا وعملوا نفسهم نايمين. وأول حاجة عملوها الحرامية أول ما دخلوا الأوضة خدروا زوجة شوكوريل بالمخدر اللي معاهم وحطوا على بقها منديل فيه مادة مخدرة لحد ما اتخدرت ونامت. وكانوا عايزين يعملوا نفس الكلام مع شوكوريل بس هو مرضيش وحب يقاومهم، لكن هم ال4 كانوا أقوى منه ومسكوه وكتفوه، وفضل يترجاهم إنهم ياخدوا أي ذهب وأي حاجة وأي فلوس عايزينها من الفيلا ويسيبوه هو وزوجته في حالهم. لكن خريستو كان عايز ينتقم من شوكوريل، وكان دافع الانتقام عنده أقوى من دافع السرقة، فعلشان كده طعنه في الصدر 11 طعنة هو والمجرمين اللي معاه لحد ما مات شوكوريل، وسرقوا كل فلوس شوكوريل والذهب اللي في الفيلا. لكن لما الخدم صحيوا على صوت الدوشة والكركبة اللي كانوا عاملينها كانوا خلاص هربوا بالمسروقات اللي معاهم. لكن المجرمين نسيوا حاجة مهمة جدا، ان زوجة شوكوريل كانت متخدرة وان هي ما ماتتش، وان هي عارفة شكلهم وعارفة اصواتهم. فلما فاقت من التخدير اللي كانت فيه لقت البوليس والشرطة والنيابة حواليها، وقالت لهم ان اللي عمل الجريمة دي هو ادوارد وخريستو ومعاهم 2 مساعدين ومفيش. وخلال 24 ساعة كانت الشرطة قبضت على المجرمين ال4 وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات وصدر ضدهم الحكم بالإعدام. وللأسف لحد كده الأحداث المأساوية ما خلصتش في فيلا شوكوريل. زوجة شوكوريل ماتت بعد 40 يوم من حادثة القتل بسبب حزنها الشديد على زوجها. وابن شوكوريل الصغير كان موجود على سطح الفيلا في يوم من الأيام، وكان بيحاول يقطف ثمرة مانجا موجودة على الشجرة اللي جنب سطح الفيلا، وهو بيشب كده علشان يقطف المانجاية من على سطح الفيلا وقع ومات. يعني كده الفيلا مات فيها 3 أشخاص وكلهم ماتوا في ظروف مأساوية. بعدها فضلت فيلا شوكوريل مقفولة حوالي 30 سنة لحد ما قامت الثورة في سنة 1952، والحكومة المصرية أممت كل ممتلكات عيلة شوكوريل من محلات وأراضي وفلل، ومنها الفيلا اللي فيها الحادثة دي. واتشمعت الفيلا بالشمع الأحمر، وطول فترة ما كانت الفيلا مقفولة كان الجيران بيقولوا إن هم بيسمعوا أصوات زي صوت صريخ أو صوت إزاز بيتكسر أو شبابيك بتتقفل وتفتح لوحدها. وفضلت الفيلا متسابة ومحدش بيهاوب من ناحيتها لحد ما جات سنة 1950، وكان الضابط في الجيش المصري والملحن والموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، واللي هو والد الفنان عزت أبو عوف بطل القصة بتاعتنا النهاردة. ساعتها كان ماشي في الشارع اللي كان فيه الفيلا، وكان بيروح مجلس الفنون اللي هو قريب من الفيلا دي، لأن زي ما قلت لكم بخلاف إن هو ضابط جيش كان ملحن وموسيقار. المهم كان معدي من قدام الفيلا ومعاه زوجته سميرة عبد الكريم صالح، فزوجته شافت الفيلا وعجبتها جدا. الفيلا كانت تحفة معمارية من الطراز الإيطالي ومساحتها 2000 متر بجنينة كبيرة، وقالت لزوجها أحمد أبو عوف أنا نفسي أسكن في الفيلا دي جدا. فلما راحوا علشان يشوفوا من أصحاب الفيلا دي لقوا باب الفيلا متشمع بالشمع الأحمر، ففضل أحمد أبو عوف يدور على أصحاب الفيلا وليه الفيلا دي متشمعة بالشمع الأحمر لحد ما عرف إن هي مملوكة للدولة المصرية، وكان من ضمن ممتلكات الأجانب اللي أممتها الحكومة في ثورة 52 وبقت تابعة للحكومة. واكتشف أحمد شفيق إن الفيلا أصلا معروضة للبيع بس محدش عايز يشتريها. فلما سأل عن السبب إن إزاي فيلا بالحجم ده وبالجمال والروعة دي لحد دلوقتي ما اتباعتش، لا إن مفيش حد عايز يشتريها علشان هي مسكونة بالجن والأشباح. وطبعا بحكم إن هو ضابط جيش لا إن موضوع الجن والأشباح والعفاريت ده كلام فارغ، لأنه كان شارك في حروب كتيرة وكان دايما بيشوف زملائه في الحرب بيتقتلوا حواليه، والراجل كان بيشوف الموت بعينيه وعادي جدا. يعني مواضيع الجن والعفاريت والحاجات دي حاجات يخوفوا بها العيال الصغيرة. ده غير كمان إن سعر الفيلا كاللوطة كان تمنها أقل بكتير من تمنها الحقيقي،
لان زي ما قلت لكم الناس كانت خايفة تشتريها، لكن هو كان قلبه جامد ما بيعتقدش في موضوع الجن والاشباح والكلام ده، ولان الفيلا دي فرصة مش هتتعوض فاشتراها بسرعة قبل ما حد تاني ياخدها. وبالفعل اشتراها من الحكومة المصرية وخلص ورقها واستلم الفيلا، وبعدها بشوية سكن فيها هو ومراته وابنه عزت واخوات عزت البنات اللي هما مها ومنى ومرفت ومنال، وكان معاهم جدتهم. يعني كده 8 أشخاص موجودة جوه الفيلا. وأول ما سكنوا الفيلا كان عزت أبو عوف وقتها عنده 8 سنين، كانت أخته مها لسه صغيرة كان عندها 2 شهر. وفي خلال أقل من شهر من وجودهم في الفيلا لاحظت الأم بعض الأمور الغريبة اللي بتحصل. بقت بتشوف حاجات ماشية في طرقات الفيلا بين الأوض، ولما تبقى واقفة في المطبخ بتحس إن في شخص بيراقبها، وأول ما تبص عليه ما تلاقيش حد. واتطور الموضوع إن هي بقت بتسمع أصوات غريبة ومش عارفة مصدرها جاي منين، وبتبقى سامعة صوت همس خفيف كأن في ناس بيتكلموا بصوت واطي. الأول كانت بتفتكر إن الحاجات اللي بتشوفها وبتسمعها دي هو صوت ولادها، أو مثلا في فار في الفيلا أو قطة دخلت وهي مش شايفاها. لكن مع الوقت عمالة تسمع في أصوات وتشوف في حاجات غريبة ومش لاقية ليها أي تفسير. تسمع مثلا صوت حد بيتكلم في الفيلا وتشوف شخص معدي قدامها بسرعة، والكلام ده معظمه بيحصل بعد نص الليل. لكنها بتكتشف إن أولادها كلهم نايمين. أمال إيه اللي بيحصل ده؟ أمال مين اللي بيعمل الأصوات دي؟ إيه الحاجات الغريبة اللي بتشوفها وبتسمعها دي؟ فكلمت زوجها أحمد أبو عوف عشان تشتكي له، إلا إن زوجها اتريق عليها وقال لها أنت على فكرة بالكلام ده هتبوظي مخ الأولاد، ومفيش حاجة اسمها جن وعفاريت وأشباح والكلام الفاضي ده. ممكن كل الأصوات دي أصوات قطة أو فار دخلوا البيت وأنت مش شايفاهم، أنت بس شغالي قرآن وإن شاء الله الحاجات دي هتروح ومفيش أي حاجة أصلا. وكان بيقول لها أنت بس بتهيألك إن أنت بتشوفي وبتسمع حاجات علشان المكان لسه جديد عليك. لكن في يوم من الأيام كانت الأم وجدة الأولاد قاعدين مع بعض، وفجأة الجدة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأم قالت لها إيه في إيه؟ فالجدة قالت لها شفت حاجة مرت بسرعة كده من قدام المطبخ. وبالفعل الجدة هي كمان بدأت تلاحظ وجود الحاجات الغريبة في البيت، وبتشوف أطياف الأشباح بتعدي من قدامها من قصاد عينيها عادي جدا. الأم كلمت زوجها أحمد أبو عوف تاني وقالت له شفت والدتك هي كمان بقت بتشوف الحاجات اللي أنا بشوفها، اسألها وكلمها بنفسك علشان تعرف إن أنا مش بيتهيألي حاجات ولا هتفتكر إن أنا مجنونة ولا بخرف. لكن أحمد أبو عوف ما كانش مصدق كل الكلام ده، وبحكم وظيفته وعمله كان بيفضل على طول بره البيت أو في سفريات بره، فما كانش بيجي البيت إلا قليل جدا. علشان كده ما كانش بيشوف حاجة، وكل ما تحصل الأمور الغريبة دي في الفيلا وزوجته كانت بتشتكي له وكانت بتطلب منه ان هي تعزل من الفيلا وانه يشوف لها مكان تاني جديد. لكن هو كان بيرد عليها ويقول لها مش هي دي الفيلا اللي كنت هتتجنين عليها وكان نفسك تسكني فيها؟ دلوقتي بعد ما اشتريتيها هتقولي لي فيها جن وعفاريت والكلام الفارغ ده؟ لا انا مش هبيعها، انا بقى مش ماشي من الفيلا ومش هعزل منها. خلي العفاريت دي تعمل اللي هي عايزاه، خلي بس عفريت من العفاريت بتوعك دول يطلع وانا هوريك هعمل فيه ايه. وبالفعل هو ده اللي حصل. بيحكي عزت أبو عوف وبيقول ان والده في يوم كان قاعد لوحده في البيت وبقية العيلة كلهم كانوا في المصيف في اسكندرية، وكان والده أحمد أبو عوف كان ماسك آلة العود بتاعته وبيألف لحن جديد من ألحانه. وبعد شوية ساب العود ودخل المطبخ علشان يشرب كوباية مية، وهو في المطبخ افتكر ان هو نسى مقطع موسيقي من المقاطع اللي كان المفروض يضيفها للحن الجديد. وهو عمال يعصر في دماغه علشان يفتكر المقطع اللي هو نسيه، سمع فجأة صوت العود بتاعه وهو بيعزف المقطع اللي كان نسيه، وفجأة جرى على العود علشان يشوف مين اللي بيعزف عليه، لكن ملقاش حد. ومع ذلك أحمد أبو عوف ما كانش برضه حاطط في دماغه موضوع الجن والعفاريت والكلام ده، وقال في باله يمكن أنا تعبان من كتر ضغط الشغل والتعب مخليني أشوف وأسمع وجيلي تهيؤات. وراح دخل أوضته علشان ينام، وهو في أوضة النوم بص لقى خيط رفيع من الدخان معدي من فتحة المفتاح بتاعة الباب، والدخان ده فضل يكبر قدامه وتشكل لحد ما خد شكل وجه بني آدم اللي هو وجه الشبح شيكوريل صاحب البيت القديم اللي اتقتل فيه. وفضل الشبح يبص لأحمد عوف جامد ويهز في راسه كأنه عايز يقول له مش انت بتنكر جودي وبتسخر مني؟ اهو انا قدامك اهو، وريني هتعمل ايه بقى. لكن من حظ احمد ابو عوف السيء انه في اليوم ده كان قاعد في الفيلا لوحده ومراته وولاده كانوا في اسكندريه بيصيفوا، واول ما شاف شبح شيكوريل اتجسد قصاده
جري بسرعة الجراج وخد عربيته وسافر على اسكندرية عند مراته وعياله. وبيقول الفنان عزت أبو عوف: احنا اتفاجئنا بالوالد وهو قدامنا في اسكندرية بهدوم البيت. وبعد ما شاف أحمد أبو عوف الشبح بعينيه اقتنع أخيرا إن المكان ده مسكون، لكن هو كان عايز يعرف إيه قصة وجود الشبح ده، فقعد يبحث ويدور في تاريخ الفيلا واكتشف إن الشبح اللي شافه ده هو شبح ملك الفيلا القديم اللي اتقتل فيها سولومون شيكوريل. وجاب أبو عوف 3 رجال دين، شيخ مسلم وقسيس ومسيحي ورجل دين يهودي، علشان يحاولوا يشوفوا طريقة إن هم يطلعوا شبح شيكوريل من الفيلا. لكن رجال الدين نصحوه إن الشبح ده استحالة إنه يخرج من الفيلا نهائي، وإن روحه متعلقة بشدة بالمكان ده. ونصحوا أحمد أبو عوف إنه لو حاول إنه يخرج الشبح بأي حال من الأحوال، الشبح ده هيتحول من شبح مسالم لشبح مؤذي. فقالوا له قدامك اختيارين: يا إما تعيش معاه زي ما هو كده وهو مش هيأذيك، يا إما تسيب الفيلا وتشوف مكان تاني. فقرر أحمد أبو عوف إنه يقعد في الفيلا ويستحمل ظهور الشبح ده، طالما إن الشبح ده مش مؤذي وما بيعملش أي حاجة. وبتقول مها أبو عوف إن هي ما شافتش شبح شيكوريل بصورته الحقيقية، لكن والدتها شافته، وبتقول إن والدتها سميرة كانت بتشوف الشبح ده دايما ماسك في إيده شمعة أو مصباح وبيتجول في الفيلا بالليل. وبتوصف شكله، بتقول إن هو شعره أبيض وعينيه بارزة لبره وحواليه رقبته لياقة بيضة. وقالت إن والدتها في مرة من المرات كانت اشترت قماش كاستور من محلات شيكوريل، ولما اشترت القماش لقيت القماش فيه عيب، فرجعت المحل تاني علشان ترجعه. فحصل ما بينها وبين البياع خناقة، فقالت له أنا عايزة أقابل المدير. ولما طلعت أوضة المدير شافت صورة شيكوريل على الحيطة، واللي خلاها تقوم مفزوعة من مكانها وراحت عليها وقالت هو ده العفريت اللي بيطلع لي في البيت. فلما سألت المدير وقالت له مين الشخص اللي في الصورة ده، لا ده الخواجة سولومون شيكوريل صاحب محلات شيكوريل اللي اتقتل في فيلته في الزمالك. وبتقول مها أبو عوف إن أختها منى الصغيرة كانت عايزة تولع نور الأوضة، لكنها ما كانتش طايلة الزرار بتاع النور، فشافت إيد غريبة اتمدت من ورا باب الأوضة وراحت ناحية زرار النور وولعت النور. وبتحكي إن شبح شيكوريل اتجسد في مرة من المرات على شكل صديق أخوها عزت، وإنه في يوم كان عزت مستضيف صديقه ده معاه في البيت وكان بايت معاه في الأوضة. فمها وأخواتها البنات شافوا صديق أخوهم عزت وهو طالع من الحمام في نص الليل وفي إيده شمعة، ولقوه رايح باتجاه أوضة نوم البنات مش أوضة نوم عزت اللي هو المفروض بايت فيها. فمها وأخواتها البنات افتكروا إن صاحب عزت ده بيمشي وهو نايم، فمشوا يتسحبوا وراه ويشوفوا هو هيعمل إيه بالظبط بالشمعة اللي هو ماسكها في إيده دي. فلقوه دخل بجسمه بالكامل جوه الحيطة، فعرفوا إن ده مش صديق أخوهم عزت، واللي كان ماشي قصادهم ده كان شبح شيكوريل. وطبعا أول ما شافوا المنظر ده فضلوا يلطموا ويصوتوا لحد ما صحوا البيت كله. وبيحكي الفنان عزت أبو عوف إنهم أول ما سكنوا في الفيلا كان البيانو الخاص بشيكوريل نفسه كان لسه محطوط جوه الفيلا. فبيقول عزت إنه في ليلة من الليالي إن هو وأخته منى قعدوا هما الاتنين يعزفوا جنب بعض على البيانو وهم أطفال يعني، جابوا كرسيين جنب بعض وقعدوا جنب بعض يعزفوا على نفس البيانو. فبيقول عزت أبو عوف بمجرد ما خلصنا العزف على البيانو ورفعنا ايدينا من عليه ولسه بنبص ورانا لقينا شبح شيكوريل قصادنا. والمشكلة إن الشبح كان واقف لهم قصاد الباب، يعني المخرج الوحيد للأوضة. فبيقول عزت أبو عوف إن أخته منى خافت جدا من الشبح وكانت بتجري على الباب علشان تخرج من الأوضة بسرعة. فبيقول عزت أبو عوف أول ما أختي قربت من الشبح حطت ايديها عليه على اساس ان هي تزقه يعني عن طريقها. فبيقول اول ما قربت من الشبح علشان تزقه وتخرج من الباب لقيتها دخلت بجسمها بالكامل جوه الشبح وحدت منه وطلعت من ظهره. يعني عزت أبو عوف عايز يقول ان هي اخترقته بجسمها كأنه ضباب. ومن الحاجات الغريبة اللي كان بيحكيها الفنان عزت أبو عوف انه لما كان والده بيتخانق مع والدته او يزعق معاها كان شبح شيكوريل بينتقم منه، وكان الشبح ممكن يوقع على والده في فازة أو زهرية أو أي حاجة. ده غير إن شبح شيكوريل كان بيلعب بشوية حاجات في البيت. أوقات كان يميل الصور المتعلقة على الحيط، يعني الصورة تبقى متعلقة على الحيط عدلة، لا بقى هو شبح شيكوريل كان ممكن يعوجها كده أو كده. ويقول الفنان عزت أبو عوف إن دايما والدته كانت بتسمع صوت أنفاس في البيت. ومن المواقف اللي كانت بتحكيها الفنانة مها أبو عوف إن خالها الصغير اللي عنده 24 سنة ساعتها كان بايت معاهم في الفيلا، وكان خالها بايت في أوضة والدها أحمد أبو عوف.
واحمد ابو عوف في الوقت ده كان في مأمورية وكان مسافر وما كانش قاعد في البيت. فخالها الشاب الصغير اللي عنده 24 سنة كان بايت في أوضة والدها بيذاكر، وجاله إرهاق من كتر المذاكرة وراح نايم على المكتب اللي كان بيذاكر عليه. وفجأة خالها صحي على صوت قطاية خشب الباركيه بتاع الأوضة، وحس إن في حد بيمشي جوه الأوضة. فأول ما فتح عينه علشان يشوف مين لقى شبح شكوريل متجسد قدامه واقف ويبص في عينيه. فأول ما شافه اتفزع جدا وجرى على طول على مها. وبتقول مها أبو عوف إن خالها بعد ما شاف الشبح ده شعره بيض. خالها اللي عنده 24 سنة شعره بيض، وفضل شعره أبيض طول حياته. وبيحكي عزت أبو عوف عن موقف حصل له مع شبح شكوريل هو وأخواته البنات منى ومها لما كانوا قاعدين في أوضة من الأوض. ومها كانت عايزة كتاب موجود جوه الشنطة، وكانت الشنطة دي في زاوية من زوايا الأوضة. منى طلبت من عزت إنه يجيب لها الكتاب اللي جوه الشنطة ده، فعزت رفض وقال لمها هاتلها عندي الكتاب، أنا مش هجيب حاجة. وكل واحد بقى يقول للتاني لا انت اللي هتجيب الكتاب، لا انا مش هروح. وفضلوا يتجادلوا كده مع بعض وصوتهم عالي لحد ما خلاص قربوا يتخانقوا. وهم وسط الجدال ده كله لقوا الشنطة اترفعت في الهوا والكتاب طلع من نفسه وجالهم لحد عندهم. وطبعا كلهم من الصدمة صوتوا وجريوا على طول على امهم. وحتى الضيوف اللي كانوا بيجوا لبيت عيلة أبو عوف ما كانوش بيسلموا من شبح شكوريل. الفنانة يسرا كانت بتحكي قصتها مع شبح شكوريل، وبتقول إن بيت خالتها قريب من بيت عيلة أبو عوف. وفي يوم كانت هي عند خالتها كلمتها صديقة عمرها مها أبو عوف وقالت لها تعالي باتي عندي. وبالفعل يسرا راحت عند مها في الفيلا وباتت معاها، وكانوا الاتنين خلاص بيستعدوا للنوم. وأول ما نور الأوضة اتطفي يسرا سمعت رجلين حد بيمشي قدام باب الأوضة، فبتهمس لمها وبتكلمها بصوت واطي. في حد ماشي قدام الأوضة وبتحرك رايح جاي، مين ده؟ فما ردت عليها قالت لها الصبح أقولك، ده موضوع يطول شرحه. فيسرا أصرت إنها تعرف مين اللي بيمشي قدام باب الأوضة ده. فلما مها لقيت يسرا مصممة إنها تعرف قالت لها ده شكوريل. فيسرا قالت لها شكوريل مين ده؟ ده كلب جديد انتم مربينه في البيت؟ فما ردت عليها وقالت لها لا، شكوريل ده مش كلب، ده الشبح بتاع صاحب الفيلا القديم اللي اتقتل فيها، بيفضل كده يتمشى رايح جاي في الفيلا. وأول ما قالت الكلمة دي يسرا قامت مفزوعة من السرير ونطت من شباك الفيلا زي ما هي بلبس النوم، وجريت في الشارع وهي حافية لحد ما رجعت لبيت خالتها تاني، وكانت ميتة من الرعب. ده غير ان الفنانة سعاد حسني كانت هي كمان ساكنة قريب من الفيلا دي، لكن هي كانت بتخاف جدا من الأشباح، وكان بيبقى نفسها تزور عزت واخواته، لكنها بتخاف انها تدخل الفيلا. ولما كانت تحب تشوفهم كانت بتخليهم هم اللي يجوا البيت عندها بس. ودي كانت أشهر الحكاوي اللي اتقالت عن شبح شكوريل اللي موجود في فيلا عيلة الفنان عزت أبو عوف. وفضلت عيلة أبو عوف عايشة في الفيلا دي أكتر من 50 سنة لحد ما الأب والأم توفوا وعزت وأخواته البنات اتجوزوا، وبقى لكل واحد بيت خاص بيه لوحده، والفيلا رجعت مهجورة تاني. واتباعت سنة 2009 واشتريتها السفارة الفرنسية في القاهرة. السؤال بقى هنا، لو انت عندك فيلا زي دي ومسكونة من شبح مسالم زي شبح شكوريل، هل هيكون عندك صبر زي عيلة أبو عوف وتستحمل تعيش فيها 50 سنة وتتقبل وجود الشبح في الفيلا، ولا هتخاف وتعزل منها وتمشي؟ وهل لو لقيت بيت أو شقة ولقيت سعرها لقطة بس عرفت إن في حد اتقتل فيها، هل هترضى تشتريها ولا هتخاف؟ ياريت بقى ما تنسوش تكتبوا لي الرد في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة اللي مشتركش، وتضغطوا على علامة الجرس اللي على جنب دي واختيار الكل، وتشوفوا بقى الفيديوهات اللي فاتت زي الطاحونة الملعونة ونهاية العيلة اللي كانت بتعبد الشيطان وطلع حفيظ في العراق، هتعجبكم جدا. ويلا السلام عليكم.